اعتقد ان جه الوقت دلوقتي اللي لازم نتكلم فيه عن استاذ محمود حميده يا جماعه. الاداء اللي عامله في ولاد الشمس محدش يا جماعه يقول ان ده طبيعي، محدش يقول لي ان الشخصيه دي شخصيه والسلام. لا حقيقي بجد يا جماعه، محمود حميده اداها روح مش طبيعيه. اي حد بيعمل ادوار الشر، اتكلمت على ده بان واحد من احسن الناس اللي بيعملوا ادوار الشر في خلال السنه دي. بس يا جماعه بصوا كده لمحمود حميده وهو في حته ثانيه، لا هو في حته ثانيه حرفيا. ده لا بيزعق ولا بقى عامل الاكشن ولا الضرب ولا الليله دي كلها، مع ذلك عامل تروما. انا اتكلمت عليه في اولى حلقات مسلسل ولاد الشمس ان هو عامل لي تروما يا جماعه بسبب الطريقه اللي بيتعامل بيها. دلوقتي احنا بنشوف ان هو بيقتل القتيل وبيمشي في جنازته. الحلقه السابعه يا جماعه بالمناسبه، الحلقه اللي بيروح فيها قطايف، حلقه تحفه تحفه من الاداءات التمثيليه من كل اللي فيها. بس محمود حميده عندي على راس القايمه يا جماعه. ايه ده؟ قتل القتيل وماشي في جنازته، وانا لو ما اعرفش ان هو اللي عامل كده يا جماعه والله العظيم كنت صدقته. انفعالاته، الزعل، طريقه مش طبيعي. خصوصا كمان الكلام بتاعه مع مينا ابو الدهب وهم قاعدين مع بعض، ساعه ما بيسالوا انت ليه عملت كده، راح قايل له وكانه شيطان بيكلمه. يعني بص، اي حد هيقف في طريقه انا هشيله. راح قال له عيد السؤال تاني، عايده. راح له ايه اللي انت بتقوله ده، وعامل نفسه ملاك بريء ولا كانه يعرف، وان الذنب كله ذنبه هو عشان هو اللي بيرمرم بره. الناس اللي بتعمل ادوار الشر ليه ما بتبصش على الناس دي بتعمل ادوار الشر دي ازاي؟ قادر ان هو يكرهك في كل الطرق. بجد والله برافو استاذ محمود حميده، واكيد مش انا اللي حاجه اقول عليك الكلمتين دول. عشان كده انا عايز اعرف رايكم انتم، ايه رايكم في ادائه التمثيلي في بابا ماجد دلوقتي او في ولاد الشمس؟ شخصيته عامله ازاي؟ هل بتكرهوها كده زي ما انا بكرهها وشايفين ان دي شخصيه حقيره جدا وهفرح في اي مصيبه هتحصل له، ولا ايه الدنيا؟ يا ريت تشاركونا ارائكم وافكاركم في الليله دي كلها في الكومنتات.